ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنعمل النهارده عيش التميس السعودي بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهينفعنا في حاجات كتير جدا، في جبنه لانشون، شاورما. احب اعرفكم بنفسي في البدايه، انا ايمان من قناه الشيف ايمان الميداني. اتمنى اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول. معايا في البدايه مكوناتي: كوبايتين من الدقيق، هننخلهم علشان لو فيهم اي تكتلات تخرج طبعا معانا. وكمان مهم جدا ان احنا ننخل علشان ايه؟ الهواء يخش جوه العجينه. تمام. هضيف عليهم كده معلقه من الخميره الفوريه، ومعلقه كمان من اللبن البودر، ومعلقه كبيره من السكر، وربع معلقه كده من الملح. وهنقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضيها، وهنزل بميه كده بالتدريج لحد ما العجينه تتلم معايا. هي العجينه بتاعتي هتبقى ايه؟ بتلزق شويه. تمام. انا ما حبيتش ان انا اعملها في العجان، بحيث ان انتوا لو ايه محدش عنده عجان. هضيف هنا معلقه سمنه بلدي، لو ما فيش سمنه بلدي المتاح، لو ما فيش سمنه خالص ممكن نحط معلقتين زيت. تمام. وهنقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده، وهنعجن ونخلي العجينه. مهم جدا ان احنا نخلي العجينه طريه جدا وملساء زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنا خلاص العجينه خلصت معايا. هغطيها بقى، احطها كده واغطي امسح كده السطح بتاعها بحته سمنه عشان ما تلزقش بس في الاسترتش لاب. وهفل عليها كده بالاسترتش لاب وهسيبها لما تخمر. تمام. بعد ما عدي ساعه من عليها خلاص بقت هنا اختمرت جدا وارتفعت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشيل كده الاسترتش راب من عليها وهضغط عليها بقى. انا بحب الطريقه دي قوي، او بحب الحركه دي جدا. تمام. هقلبها كده وهروح جايه نازله كده بشويه دقيق على الرخامه بتاعتي او على السطح اللي هشتغل عليه، وهنزل عليها برضو بشويه دقيق وهقلبها كده بحيث ان هي ايه؟ اضيع الخمر منها. وهروح جايه اسمها لكورتين اتنين. طبعا عايزينها تكون اكبر من كده ممكن نعملها على واحده بس، بس طبعا واحده بس هتبقى كبيره جدا. تمام. جبت صينيه بتاعتي كده، لو الصينيه عندك بتلزق ممكن تدهنيها اي ماده دهنيه. تمام. وهبدا افرد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحاول بس ان احنا ايه؟ نخليها متساويه. عايزين نفردها مربعه مفيش مشكله. وهجيب شوكة بقى وافضل ماشية عليها كده كلها بالشوكة، مش هسيب ولا حتة الا لما احط فيها الشوكة عشان مش عايزاها تنتفخ. وهجيب شوية لبن حليب كده، وهروح جاية دهنة الوش بتاعها وشوية سمسم وشوية حبة البركة. لو مش متاح عندك مفيش مشكلة. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 على الرف القريب من النار. تمام. هي مش عايزاكم تروحوا بعيد عن الفرن لان هي بتستوي في 5 دقايق، ما بتغيبش خالص في الفرن. تمام. وده شكلها اول لما بتستوي من تحت. افتحي لها الشوايه هتاخد اللون الجميل ده. تعالوا بقى نشوف النتيجه مهم جدا ان احنا اول ما تطلع نغطيها بفوطه، ينبخ عليها بخه ميه كده ونغطيها برضو. بس هي انا استكفيت بان انا اغطي بالفوطه، ما بخدش اي ميه عليها. شوفوا طرية جدا وتحفة، وتتفتح كمان معاكي بكل سهولة. يعني ممكن دي نعمل بها سندوتشات شاورما، ممكن ناكلها بلانشون بجبنة بعسل. الله عليها. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.